جماعه بلبن قلب الماركتنج كله في مصر اليومين اللي فاتوا، فتعالى اقول لك ليه. اول حاجه، بلبن قدر يبقى صايع جدا في البراند اويرنس بتاعه، لانه مش بس عمل اد بيفكرك بيه بكل البرودكتس بتاعته، لا وكمان قالك في فروع في يوروب لسه كامينج سون عشان تفضل مستنيها. وكمان بلبن عمل الماركت ريسيرش بتاعه صح قوي، وشاف كل عيوبه، ومش بس اعترف بيها، قلبها بشكل اعتذار وايموشنز، وانا متاكد ان دي هتاخد تقدير اي حد واجه المشاكل دي مع بلبن. لا وتعالى اكلمك على لعب البوزيشننج بقى. لما اكرم حسني قال اسف لكل اللي معرفش يقلدونا حاول تاني، هو هنا ثبت مكانه وسط كل الكومبيتيتورز، وقدر يثبت لك فعلا انه اصبح ماركت ليدر، لانه عارف ان كل اللي جاي بعد كده هيبقى بيقلده. عندك مثلا حركات زي البيستاشيو بطبعه غالي، فصوره بشركه واوريدي ناس موجوده في ده حته لكجري بس مش قوي، عشان يفضل دايما قريب من كل السيجمنتس اللي هو بيتارجتها. وزي التشيت داي اللي بلبن بقى جزء اساسي منه، لما قال لك ان انت هتهب منك وتطلب الهبه الساعه 2 بالليل وانت اصلا عامل دايت، ومدربين الجيم لما يحبوا يبوظوا الدايت بيبوظوه عند بلبن. على حس البوزيشننج بقى من احلى اللعب اللي انا بحبها جدا، وهو انه بيلعب بالسلوجان كده في وسط الكلام، منها يفكرك انه ماركت ليدر وانه مميز من ساعه ما بدا. الخلاصه، بلبن من الكيس ستاديز اللي في مصر وقريب هتبقى في العالم كله، اللي بتعلمك ماركتنج بجد، وباستخدام التشانلز تتخيلها وما تتخيلهاش كمان. وبس كده، تحبوا نريفيو ادز لمين تاني غير بلبن؟